تعمل ايه لو انت خلاص امتحنت ورجعت البيت فجأة حد من صحابك بعت لك حل الامتحان، او فتحت اليوتيوب وشفت حل الامتحان ولقيت نفسك غلطات كتير جدا وممكن تشيل المادة؟ بص، اول حاجة انت المفروض تقتنع ان انت خلاص عملت اللي عليك. اذا كان عملت اللي عليك او ما عملتش اللي عليك، كده كده الامتحان خرج بره ارادتك. زمان دلوقتي الامتحان بيتصحح وخلاص، يعني بيطلعوا نتيجتك كمان. فانت المفروض ان انت تعمل ايه في الحالة دي؟ المفروض ان انت خلاص، انت الامتحان خرج بره ارادتك، انت اللي عليك دلوقتي بالدعاء. يعني لو انت كنت بتدعي الاول قبل الامتحان، فانت كثف الدعاء بعد الامتحان، انت خلاص امتحنت. طيب انا بعمل الفيديو ده ليه؟ بعمل الفيديو ده لان انا كان في ماده عندي في اولى صيدله في اخر ترم، ويا جدعان الماده دي انا حرفيا كنت خايف منها جدا، وكنت حاسس ان انا هشيلها. يعني الدنيا فيها كانت بايظه خالص، اكتر من نص الدفعه كان خايف منها. الماده دي شالها 150 واحد. طب انا ايه اللي حصل؟ انا كنت بدعي بس، اقسم بالله انا نجحت فيها بأعجوبه. انا ناجح فيها بالظبط. يعني لو كانت ممكن نقص درجه واحده كنت هشيلها يا جدعان. انا اللي عملته ايه؟ خلاص انا كده كده امتحنت. اذا كان عملت اللي عليا وما عملتش اللي عليا، فانا الاقدار ممكن تتغير. يعني ممكن اكون ما عملتش اللي عليا ودعيت ربنا باخلاص، خلاص ممكن ربنا يوفقني، ييسر لي الدنيا يا جدعان. انا ساعه امتحان العربي كنت داخل مبهدل الدنيا، وكنت شاكك ان انا اشيل الماده. اقسم بالله انا قعدت من ساعه امتحان العربي لحد اخر يوم امتحانات، لحد يوم النتيجه كل يوم بفتح على اليوتيوب وبراجع الامتحان، بحاول اشوف انا هنجح ولا ايه اللي هيحصل، واقول ايه، طب ممكن يحسبوا لي دي كذا، طب ممكن يحسبوا لي دي كذا. وحرفيا يعني انا لما نجحت في الماده انا كنت مبسوط جدا. انا كنت قاعد بس بدعي فيها، والوطنيه والدين برضو كنت حاسس ان انا اشيلهم، ونجحت فيهم على 3 4 درجات. يعني هو بالدعاء، هو مش بحاجه تانية. اصل انت مش هتعمل حاجه تانية، انت خلاص اذا كان عملت او ما عملتش، انت الامتحان امتحنته، ودلوقتي هتركز في اللي جاي، لان اللي جاي هو الصعب كله. اللي جاي هو بقى الدرجات اللي انت المفروض تجمعها، اللي انت تزعل لو انت حاسس ان انت ممكن تشيل حاجه، لكن اللي فات ده ازعل، ولكن ما تخليش الزعل بتاعك ياثر على اللي جاي. كون واثق في ربنا. يعني خلاص انت امتحنت، كون بقى واثق في ربنا ان ربنا ان شاء الله هيعديك. انت محتاج تعدي فيهم بس. طيب انت بقى لو قعدت بقى تفكر في المواد اللي فاتت دي وسبت المواد الجايه، انت حرفيا هتروح في ده. يعني انا ساعه امتحان العربي انا كنت حاسس ان انا اشيل عربي، والامتحان بقى اللي بعده كان الماني. انا قلت يا جدعان، انا قلت لاهلي يا جدعان انا مش رايح الامتحان خلاص. انا نفسيتي اصلا متدمره، لان انا رجعت ولقيت عندي يمكن نص الامتحان غلط. انا جايب في العربي 47 من 80، فالدنيا باظت خالص مني بسبب العربي ده. طب لو انا ما كنتش يعني، لكن بعد كده الدنيا كانت كويسه الحمد لله، ولكن ما عدا الفيزياء. طب لو انا بقى كنت قعدت زعلان في العربي وقلت يا جدعان انا مش هكمل ومش هعمل، وقبلني لو دخلت حتى خاص، لان انا سبتها على ربنا. قلت خلاص يا جدعان انا مش هخلي الزعل ياثر عليا، وهكمل وهسيبها على ربنا. اذا كان بقى عديت ما عدتش، دي كلها حاجات ربنا. انا مسؤول ان انا اسعى واعمل اللي عليا بس، لكن بقى النتيجه دي بقى خلاص بتاعت ربنا. اذا كان انا كنت حلل كويس، اذا كان انا متاكد ان انا هشيل الماده، يعني انا رجعت وانا متاكد ان انا هشيل الماده، لا حرفيا انا يعني انا في مواد كتير كنت متاكد ان انا هشيلها ولاني عديت فيها. وانت نفسك كده اكيد في مواد قبل كده كنت حاسس ان انت هتشيلها ولقيتك عديت فيها، لان يعني انت اكيد ممكن بنسبه كبيره انت ما شيلتش ولا ماده، وكانت في مواد بتحل فيها وحش وبتلاقيك بتعدي فيها. فانت سيبها على ربنا خلاص. اهم حاجه تركز في اللي جاي. اللي جاي هو اللي صعب، اللي جاي هو اللي هيحدد انت تخش كليه ايه، اللي جاي اللي هيحدد انت تخش خاص ولا حكومه، اللي جاي لحد انت تعيد السنه ولا هتكمل. اللي جاي هيحدد كل حاجه حرفيا. كل اللي جاي ده هو المهم، اللي فات مش مهم، او مهم فعلا ولكن خلاص هو خلص، ومش هيأثر معاك قوي. انت اللي مطالب منك انك تنجح. طب انا رجعت ومش جايب مجموع النجاح، لا ان شاء الله هتنجح ان شاء الله. هيدوك درجات رأفة ان شاء الله، هيعدوك ان شاء الله. خلي بالكم الوزاره بتكون حلها اصلا غير الحل اللي نازل ده. يعني انتوا الحل اللي نازل ده هتلاقوا فيه حاجات كتير غلط، والوزاره ساعات بتحسب اسئله صح لكله، ده طبيعي. يعني انا في الفيزياء شوف جالنا كام سؤال صح لكله، وجالنا اسئله كتير صح لكله.